هنالك حقيقة ينكرها جميع فانس إيتاشي في أنمي ناروتو. كم نعلم يا شباب أن إيتاشي واحد من بين أكثر الشخصيات المحبوبة في القصة، وأحد أقوى الشخصيات أيضا. يمتلك ماضي أسطوري، حيث كان يجب عليه التضحية بحياته من أجل شيئين: حماية القرية وحماية ساسكي. ولكن يا شباب، هناك شيء ما دائما ما ينكره الفانس، وهو أن إيتاشي لم يكن قادرا على الوقوف أمام أوبيتو. نعم، بصريح العبارة هذا هو الأمر. كما نعلم أن أوبيتو كان أكبر تهديد يهدد قرية كونوها في الكثير من المرات، ولكن على مدار القصة لم نشاهد أبدا إيتاشي يحاول الوقوف أمامه أو القتال ضد أوبيتو. والسبب بكل بساطة أنه كان أضعف من أوبيتو ولا يمكنه التغلب على أوبيتو، ولذلك السبب حبذا إيتاشي أنه سيبقى فقط في الأكاتسوكي يراقبه عن قرب عوض أن يقوم بالقتال ضده، فذلك سيكون عقيم. لذلك السبب لم نشهد أبدا إيتاشي يحاول الوقوف أمام أوبيتو في القصة. أخبرنا أنت برأيك في تعليقات حول الأمر. بحالك لم تشترك فاشترك، لايك وتعليق، ونلتقي قريبا إن شاء الله.